بالنسبة لينا حاليا كلنا في أطنان من المعلومات قدامنا، بنصورها وبنحفظها وبنسجلها بكل أنواعها وبكل الطرق الممكنة، بس عمر المعلومات دي ما بتلاقي مكانها المناسب لما بنحتاجها. ودي مش بس مشكلتنا احنا يعني architecture in practice، دي عامة حتى وانت طالب برضه، بالأخص وانت طالب. بالنسبة لي أول مرة أنظم حاجة في حياتي كانت وأنا في ثالثة ثانوي. كانت كل مادة بالنسبة لي محطوطة في الكرتونة الخاصة بيها، وأنا أصلا مش عارف أنا بعمل كده ليه أو بنظم نفسي بالشكل ده ليه، بس الطريقة دي كانت بتخليني اذاكر بشكل احسن واسرع. وبعدين دخلت القسم الكليه اللي انا من وانا في ابتدائي وانا مفيش في بالي غير القسم ده، يعني انا ما اعرفش اي كليه وما اعرفش اي اقسام تانية غير القسم ده. وبعد الجمله دي ما تفهمونيش غلط، يعني انا مش كنت بعدي السنه بالعافيه، انا كنت بعدي الماده الواحده بالعافيه في اثناء فتره الدراسه. بس عشان ابقى صريح معاكم بشكل كامل، ما كانش ده الحال دايما معايا في الخمس سنين، يعني على الاقل مش الترم الاول في الخمس سنين. انا داخل الحاجه اللي انا عايزها اصلا واللي انا اصلا ما اعرفش غيرها من ابتدائي، وفي ذهني ما فيش غير صوره واحده بس عن الطريقه او الشكل اللي انا عايز اتخرج عليه. ومع تسليم اول مشروع ترم عرفت ان كم المعلومات والخبرات اللي انا محتاجها مش هلاقيها بس في الكليه، او مش هلاقيها متوفره في معادله الخمس سنين. وده مش لان في مشكله في المعادله دي او حاجه، لا، بس ناتج المعادله دي مختلف شويه عن ناتج المعادله اللي انا محتاجها. وزي ما اتكلمنا في جزء سابق ان احنا الكليه بكل المواد والمناهج والمشاريع بتاعتها بتبقى بس مسؤوله عن جزء المايند سيت بتاعك، وده جزء لازم تكون حريص فيه جدا. لكن جزء البراكتس وجزء البروفيشنال لايف ما كانوش متوفرين في معادله الكليه. بالنسبه لي البراكتس هو ان انا يعني تقدر تقول كده بشكل مجازي، هقول ان انا كنت يعتبر في تدريب في المجال ده من وانا في ابتدائي تقريبا. البروفيشنال لايف ودي الحاجه بتاعتك انت، تجربتك انت من خلال المايند سيت اللي انت اخدتها في الكليه، وجزء البراكتسنج اللي اتكلمنا عنه قبل كده. البروفيشنال لايف عندي معروضه بشكل كبير جدا هنا، سواء في صوره فيديوهات او محتوى انا بقدمه، والمحتوى ملخصه كله انا بعمل ايه وبعمله ازاي. المايند سيت ودي الطريقه اللي انت دماغك بيبروسس بيها كل حاجه بتعدي عليه، وبعدين المعالجه اللي حصلت للبيانات اللي داخله بتطلع في صوره محتوى انت بتقدمه، سواء لعميل في صوره مشروع او في صوره المحتوى اللي موجود على الصفحات. اما جزء البراكتس فده بيتقسم لجزئين، جزء ماركتنج ودي يعني خطه طويله الامد وانا لسه ما شفتش نتيجتها حتى الان، والجزء الثاني وهو المانجنج، وده يعني خلينا نقول مجازا ان هو يعتبر فرعين. حاجه مثلا انت لما بتحصل مشكله في الموقع بتحلها ازاي وبتدير المشكله دي ازاي، والجزء الثاني وهو وقتك ومشاريعك بتنسقهم وبترتبهم ازاي مع بعض. مع الفروع المختلفه في حياتك دي اللي كلها متزامنه مع بعضها، انت محتاج نظام من خلاله ترتب وتعرض المعلومات دي ليك بشكل مناسب. وكلنا غالبا واقعين في نفس الدايره، انت مش شغال في الحته دي بس، انت مش طالب بس، انت طالب وشغال هنا وبتعمل دي وبتفكر في دي وعندك شغل هنا، فانت دايما بيبقى في اكتر من حاجه بتتحرك حواليك، وكلها بتتطلب منك نفس القدر من الاهتمام. والاصعب هو ان انت كمان تنجز فيها مهام. انك تعمل حاجه في كل الفوضى دي بشكل تلقائي دي طبيعه دماغك، والبديهيه الطبيعيه في ان دماغك يتاقلم مع المعطيات الجديده. لكن لما تبقى دارس ترتب وتنظم الكلام ده مع بعضه ازاي، دي حاجه بتخلي عندك بصيره سواء في شغلك او في كليتك. بالنسبه لجزء ان انت ترتب وتنظم نفسك ازاي، دي حاجه يعني في منها الاف الطرق اذا ما كانش الملايين كمان، وكلها ناجحه وكلها كويسه جدا. لكن النظام اللي انت هتلتزم بيه هو النظام الاحسن والافضل بالنسبه ليك بناء على نوع شغلك وطريقه تفكيرك. بالنسبه لي فكره ان انا كل ماده تبقى موجوده في كرتونه، الماده دي في الكرتونه دي، وبتختار الانسب في الملخصات بتاعتك وغيره. فاول ما بتصحى بتاخد كرتونه الفيزياء وبتحطها على المكتب بتاعك وبتبدا تطلع الملخص عشان تبدا تذاكر منه وتبدا تذاكر. دي التلقائيه اللي موجوده، الفعل نفسه بتاع ان انت تاخد الكرتونه بتاعت الماده دي وتحطها قدامك وتبدا تطلع الملخص ده او التاسك ده عشان تبدا تذاكر فيه، دي حاجه تلقائيا بتبدا تهيئ دماغك في ان هو يبدا يستوعب المحتوى اللي داخل ليه. ما تتخيلش ابدا ان انت لو بتعمل مالتي تاسكينج وبتعمل اتنين في نفس الوقت، حاجتين بتعملهم في نفس الوقت، فانت تركيزك هيبقى هنا 50% وهنا 50%. المعادله مش بتمشي كده ابدا، لان انت لما بتبقى بالفعل في تاسك معين بتخلص فيه، فانت كأن في عملاقه انت بتلف فيها، فهي بتلف معاك بشكل متيسر. اول ما سبتها وبدات تروح لواحده تانية وتبدا تلف فيها لحد ما تبدا تلف، انت بتبدا من جديد، وهكذا في غيرها وفي غيرها وفي غيرها. بس اول ما بدات تتحرك العجله الكبيره في التاسك الجديد ده وبدات تتحرك معاك المومنتوم بتاع الحركه ده،
بيبدا يدي دفع لدماغك ولتركيزك ان هو يبقى منهمك في تاسك معين. وعشان تعالج حاجات متزامنه مع بعضها كتيره انت محتاج اكتر من بس البديهيات اللي عندك، انت محتاج حاجه محدده اكتر. فانت من وسط الزحمه دي كلها كانك محتاج مخ تاني يستوعب المعلومات دي وينظمها ويرتبها ليك عشان انت تشتغل عليها. وده تقريبا المعنى من كتاب سكند برين، ان انت كانك بالظبط بتبني تاني ليك بتخزن فيه المعلومات وبترتبها او بتعمل لها كاتيجوريز عشان لما تحتاجها تلاقيها قدامك على طول. بالنسبه لي السكند برين هو الحافظه للمشاريع والتاسكات اليوميه. بمعنى مثلا ان انا عندي الفيديوهات اللي بتتعمل مثلا بتاخد من 5 ايام متوسط، بوزع السكريبت والريكورد والايديتنج والمونتاج والببلشنج على ايام معينه، وبعدين كل يوم ببدا اعمل تاسك فيهم. في نفس الوقت معايا مشروع هنا ومشروع هنا، فانت بتبدا تحدد مقابلات في المشروع ده مع العميل مواعيدها، وتبدا تحدد مقابلات مع العميل في المشروع التاني، وعلى اساس مثلا كل اسبوع مره او مرتين على حسب بتبدا توزع اجزاء من المشروع على حسب انا هسلم ايه في كل مره. في نفس الوقت انت بتجهز للكورس ده، فانت الموارد اللي هتجهزها معاه ايه وهتعرضه امتى وبشكل ازاي. برضه بيبدا التاسكات بتاعته تتوزع لحد الميعاد اللي انا ببقى محدده للتسليم، وهكذا وهكذا في كل التاسكات اليوميه بتاعتك. وانت هنا بتخصص يوم في الاسبوع تمانج فيه كل الحاجات دي مع بعضها، علشان كل يوم يبدا يظهر ليك تاسك في جزء معين تخلصه، علشان اثناء ما انت بتخلص جزء معين او تاسك معين يبقى كل تفكيرك وكل اهتمامك بان التاسك ده يخلص بشكل كويس. هو ده المعنى بالنسبه لي من ديب وورك. وفي نفس الوقت لما اخلص تاسك وابدا اخش على اللي بعده الاقيه بالفعل موجود ليا، مش لسه هلف العجله كلها من جديد عشان ابدا اشوف ايه التاسك اللي عليا حاليا. ده المعنى عندي من سكند برين. البرنامج اللي بعمل من خلاله كل الكلام ده هو برنامج نوشن، والتمبلت اللي بشتغل بيها شرحتها في فيديو منفصل وموجود اللينك بتاعها لو عايز تحملوها. اما المعلومات اللي عمرها ما كانت بتلاقي طريقها المناسب وقت ما بحتاجها، ده كان بسبب ان انا كنت بجدول المعلومه دي او بحطها في كاتيجوري على حسب المكان اللي انا لقيتها فيه. فمثلا البورد بتاعت الدكتور في الماده الفلانيه في الوقت الفلاني وفي الاخر ما بلاقيهاش برضه، وده لاني حطيتها في كاتيجوري على اساس المكان اللي انا لقيت المعلومه دي فيه، مش على اساس المكان اللي انا محتاج فيه المعلومه دي. وده اللي انا حاليا بعمله من خلال نظام تريبل سي اللي هو كولكت كلاريفاي كالندر، اللي برضه متوفر بشكل كويس جدا في التمبلت بالاخص في جزء النوتس. وده اللي انت من خلاله بتضيف النوتس بتاعتك، وبعدين بتبدا تتاج النوتس دي للمشاريع بتاعتها، او بتبدا تتاج النوتس دي للكتب بتاعتها او للمكان اللي هي هتتوجه فيه. وده دايما بيخليني ان انا الاقي المعلومه اللي انا عايزها اسرع بكتير، او ان انا الاقي الفكره اللي انا عايزها اسرع بكتير جدا من ان انا اعملها في كاتيجوري على اساس انا لقيتها فين. واي نظام في البرودكتيفيتي انت هتلتزم بيه هيبقى كويس جدا بالنسبه ليك. الفكره كلها انت هتبدا منين، كلها مداخل لنفس الطريق. مجرد ما دخلت من باب واحد بس وانت ماشي في الطريق، باقي الحاجات بتضاف ليك كسكيلز. الديب وورك بيضاف لك كسكيلز، كولكت كلاريفاي كالندر بيضاف لك كسكيلز، السكند برين برضو بيضاف لك بالتبعيه ان انت بتقسم الحاجات دي بشكل كويس. ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا في عماره، لان انت دايما في الافكار اللي لا متناهيه اللي بتقعد تطلع كل شويه، وبعدين ايه اللي بتنساه واللي بتحطه في ورقه وما بتعرفش الورقه دي فين. فنظام زي ده بيخلي كل فكره انت طلعتها موجوده دايما قدامك، سواء فكره لمشروع او فكره لتصميم معين او لاي حاجه انت عايز تعملها بعد كده. كأن بالظبط في حد من الماضي بتاعك اللي هو انت وانت في الماضي بتبعت لنفسك حاليا او في المستقبل الافكار عشان تساعدك تكمل طريقك.